السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض اللي هي بقى البقلاوة التركي بطريقة سهلة كده وبسيطة بكل تكاتها وحركاتها، وكل الكمية ما شاء الله الصينية الحلوة الجميلة دي معمولة من كوبايتين دقيق. يلا بينا بقى على المقادير ونشوف الطريقة ازاي. هنا بقى معايا كوبايتين دقيق مدخولين وذرة ملح، ومعايا نص معلقة بيكنج باودر، وطبعا هنا في بقى كوباية مية دافية. انا بحط طبعا كمان معلقتين زيت، وهعجن بالمية دي مية دافية بالتدريج، هي ما فيهاش خميرة. هنقعد نعجن كده لحد ما الدقيق ده يتشرب المية. بنزل بالمية حبة حبة عشان ما تطلعش العجينة طرية، المفروض العجينة تبقى متماسكة. كل ما احس انها عايزة بنزل بالتدريج. طبعا بقى همسك بقى انزل بيها كده على الرخامة، وانزل بالكمية دي، الم الدقيق في العجينة. همسكها طبعا كده كالمعتاد. هفرد والم كده لحد ما العجينة تبقى متماسكة في ايديا. طبعا بلمها اهو، بفرد والم لحد ما حسيت انها كويسة كده. هي طبعا بصوا حتة عجينة مش كبيرة، هي كوبايتين دقيق بس. طبعا مش هسيبها ترتاح على طول، لا انا هقطع في الصينية، هرش كده رشة نشا، وهقطع كده. بدل ما اسيبها ترتاح وارجع اقطع واسيبها ترتاح تاني، لا هقطع على طول في الصينية احجام كده قد الليمونة، واسيبها ترتاح نص ساعة. اديني بقطعها بالتقريب اهو احجام قد بعضها، وارص في الصينية. طبعا بعد ما اخلص تقطيع هسيبها ترتاح زي ما قلت نص ساعة عشان تبقى سهلة معايا الفرد. طبعا خلصت، عملت معايا 12 كورة. هسيبها ترتاح كده نص ساعة. هنا بعد ما ارتاحت جبت بقى، طبعا انا بفرد بنشا، جبت حبة نشا وبكفي ايديا كده ببطها، وبحط 3 فوق بعض. وباجي برضو بروح بحط التلاتة، وما بين كل واحدة وواحدة رشة نشا، وبفرد كده بالعجلة. وما احس انها كبرت شوية في ايديا بفردها كده، بشيل برضو عشان انا ايه كل شوية اشيل وارجع افردهم تاني عشان ما يلزقوش في بعض. احط رشة نشا وبظبطهم، بخليهم ايه قد بعضهم. وبعد كده في الاخر بجيب النشابة وبروح فرداها لحد ما تكبر معايا وتبقى قد حجم الصينية اللي انا هعمل فيها. هي رقيقة جدا وخفيفة قوي. انا جبت الصينية لقيتها نفس الحجم كده. بقى بفضي الصينية وهحط اللي انا فردته فيها، وخدت 3 كور تانيين ورشة نشا وحطيتهم فوق بعض كده وبالعجلة وبفرد. وبرده كل شوية عشان ما تلزقش معايا اروح فكهم من بعض وارش رشة نشا على كل واحدة وافرد بالنشابة. هو طبعا الموضوع ده كله اخد مني وقت. طبعا عجنت العجينة وسبتها نص ساعة ترتاح، وبعد كده في الفرد بتاع نص ساعة، وفي السوا نص ساعة، يعني خدت مني تقريبا ساعة ونص. بفردها على الصينية اهو عكس عكاس عشان ما تبقاش يعني ايه تلزق في بعضها. عمالة افرد اهو كالعادة. بصوا ايدي باينة منها، شفافة قوي وخفيفة جدا. العجينة دي ممكن تعملي منها برضو الجلاش حادق، ممكن تعملي منها السمبوسة، ممكن تعملي منها اللي هو الرقاق الطري. يعني العجينة دي حلوة استخداماتها كتير وتعملي فيها حاجات كتير. انما دي كده عجينة البقلاوة، وهنشوف هنشكلها ازاي في البقلاوة ونعملها ازاي. انا طبعا شغالة كده وحاطة على النار كوبايتين سكر لكوباية ونص مية وعصرة ليمونة. بعمل الشربات بتاعها. هنا بقى جبت كوباية سمنة سايحة وبدهن الصينية، وباخد واحدة واحدة كده وبدهنها زي الجلاش. احط نص الكمية. انا طبعا انا عملت 12 هحط 6 و6. طبعا كل واحدة كده باخدها بفردها وبظبطها، وافردها بقى بالفرشة. افردها بالفرشة واحط لحد ما اوصل ل6 وحدات. بصراحة طعمها خطير وجميلة جدا، ما فرقتش عن الجلاش ويمكن اطعم كمان. بفردها كده وبظبطها كلها، ما بخليش حاجة كده مكلكعة. يعني بحاول افرد بالسمنة كده
واحط كده بقى ايه، حطينا السوداني وجوز الهند طبعا، وبدهن تاني وبفضل احط لحد ما اخلص الكميه. هنا بقطعها بقى التقطيعه بتاعتها زي تقطيعه البيتزا كده، 8 وحدات، وكل قطعه من المتقطعه بقطعها 3. وبعد ما بقطعها 3 كده بقطع التقطيعه وبعمل عكسها 3، وبروح عامله عكس التقطيعه عشان تديني الرسمه اللي في الاخر اللي هي ظاهره في الفيديو. بقطعها كل قطعه في النص بعد ما قطعتها 3 قطع، وبروح عامله انا طبعا عكست كده لتحت، التاني يبقى التقطيعه لفوق، وهكذا مره لتحت ومره لفوق لحد ما تديني الرسمه دي. طبعا بقطعها كده خلصتها. باقي السمنه برشها على الوش. طبعا مولعه الفرن وشغاله برضو على العسل. هحطها بقى في الفرن كده بقى. طبعا بعد ما طلعت هجيب بقى العسل واسقيها. العسل اهو، طبعا كنت حاطه عليه فانيليا عشان يديها ريحه حلوه. سقيتها العسل. طبعا هزينها بقى بجوز هند. انا بزين بقى بالمكسرات اللي هي البسيطه، اللي عشان تبقي حاسه انها على قد ايدك، اللي مثلا الجوز الهند السوداني. الحاجات التانية دي غاليه جدا، اللي هو اللوز والجوز والعين الجمل. الحاجات دي اسعار خياليه كده. اما رحت اسال لقيت غاليه جدا، فقلنا نعمل الحاجات اللي هي على قد ايدينا وفي امكانيات اي حد يقدر يعملها. وبكده وصلنا للشكل النهائي بتاع صينية البقلاوة. إذا عجبتكم الوصفة متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وهتلاقوا المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. سلام حبايبي.